على المنافسين كيف بيضع الاهلي تحت الضغوط، ولكن خبرات اللاعب موكليلي. وادي التسديده القويه والهدف الاول والهدف الاول مارسيلو إليندي. البداية يعني كنا بنتكلم، لكن لكل مرحلة نتكلم عليها. البداية هدف مبكر بعد 3 دقائق عن طريق مارسيلو إليندي، اللاعب اللي بتشيل اللي سدد بقى دون أي رقابة. 3 لاعبين في قلب الملعب، حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد جندوسي. ولكن هدف ثاني أمامية لو هو حلو قوي، استلام يفرق. هدف ثاني أمامية لو هو حلو قوي، استلام يفرق. محمد شريف وتدخل مارسيلو إليندي، برافو. ودي كرة مقطوعة، محمد شريف التعادل لسه بقول لحضراتكم. حارس المرمى بيطلع الكرة بشكل خاطئ. الضغط رائع في اللقطة الماضية من بيرسي تاو، وتمريرة أروع من جانب طاهر. وهذه يأتي هدف التعادل للنادي الأهلي. لسه بنحكي هدف التعادل، نحكي على الروح وعلى الأداء وعلى القيمة للنادي الأهلي اللي بيسجل في هذه اللحظات هدف التعادل. الضغط والخطأ، بص الخطأ، شوف أمامنا الخطأ. وادي يا ولد على طول القرار. محمد شريف اللي بيسجل هدفه المباراة حتى الآن. على طول الكرة ملعوبة، خطوط الكرات بيرسي تاو حافظ الملعب وحافظ هذه الأسماء، ولكن كرة بيرسي. لكن على طول الكندوسي لاعب زواني، خطيرة الكرة الثانية ما طلعتش، ويسجل زواني الهدف الثاني. هدف ثاني. الأخطاء الدفاعية خطيرة، الأخطاء الركنية أبعدت في مكان خاطئ، ثم الكرة الثانية الحقيقة اللي بيسجل هدف ثاني في هذه المباراة. وشوف الحوار هنا، يعني طبعا خطأ كبير في طبعا ياسر إبراهيم يبدو تعرض كده للالتحام، لأن طبعا اللقاء الثاني في هذه المباراة الاهلي بدا يمسك كوره. ادي حمدي فتحي فكر يسدد حمدي، ولكن كوره في ايد حارسنا عرضيه بيرسي تاو، وشفنا تسديد ما يسدد. لكن على طول المره دي الدفاع، كرات البعيده مش ممكن الكوره القويه اللي فاجئ بيها الجميع امامنا. الهدف الثاني كوره طبعا يعني فيها خطا في الرقابه، لم يحسن التعامل مع الكوره ولم يتوقعها، ويأتي الهدف الثالث القاتل أمامنا هنا. الكرة المسددة من جانب اللاعب أعتقد أمامنا هو الكرة القوية في شباك النادي الأهلي. موكوينا بيسجل كرة من مسافة بعيدة قوي ضيعها محمد هاني. وادي كرة بيرسي تاو، ولكن الزيادة العددية المطلوبة. بيرسي تاو يلجأ للفردي، يلجأ على كرة يعني من واحدة من الهجمات المميزة للأهلي اللي كنا نتمنى فرصه المره دي. زواني الاخطاء الدفاعيه لازم امامنا هو المحاوله مكان احمد جندوسي، امامنا قفشه وتسديده حديبه. كره في العمق دون رقابه، مش معقول بيتحرك ما بين عبد المنعم وفرصه بتضيع المره. الفردي عنده الفردي حلوه، عدى بموديبه، ممكن يطمع ويسجل بيرسي تاو، ممكن يدفع. شفت الدفاع يدفع ثمن الاخطاء الدفاعيه لازم الاهلي يستغلها. موقف 1 ضد 1، وبيرسي تاو يعرف تماما امكانيات وقدرات هذا الفريق، فريقه الاصغر في النتيجه 3 ميميلوني سان داونز الاهلي 2. لسه بقول ممكن يقدر قوي. بص كوره فيها فردي عمل فردي، تغيير لعب حلو والاستلام حلو، وطمع في الكوره. وبص الدفاع مع حتى بيت الاهلي. علي معلول صانع الهدف الثاني، هل يصنع من جديد؟ حارس ويليامز مره ثانيه، كره تعود محمد هاني وبيرسي تاو، ودي اماميه عدت من امام حمدي فتحي. كوره بتعدي امامنا، اتعملت من قفشه بتعدي كان ممكن يسجل في اللقطه اللي فاتت امامنا. بص قفشه عاملها حلوه قوي. اخطاء لا تاتي يعني من لاعبين مبتدئين. كرة الهدف الرابع يسجل امامنا هو شلويلي الهدف الرابع. كرة طبعا صعبة، شلويلي لا تصد ولا ترد، كرة صعبة جدا. كرة الهدف الرابع على ملعب لوفتس فيرسفيلد، بيسجل امامنا هو شلويلي. هذه فرصة، لكن امامنا هنا ممكن هدف خامس عن طريق اللاعب اللي على النتيجة اثناء الاعادة. فجأة لقينا شلويلي يراوغ في مرمى محمد الشناوي عشان يصعب الامور ويفجر الافراح. النتيجة يعني بهذه الطريقة وبهذه الكيفية في مباراة اليوم. ثاني أهدافه في هذه المباراة، لكن اتعملت من ويليامز لسه المرمى أليسون وعلى محمد الشناوي وعلى محمد صبحي، الحراس اللي بتصنع أهداف. حارس عارفين لو راحوا عند السمكة يقعدوا ياكلوه فيه صح؟ سمك في السمك.
لا ايوه السمكة ريحة المكتب. انا عايز مرة اوكل البقرة.